السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخواني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا اهلا بيكم في قناتي، قناة يوميات سناء. انا عامل لكم الفول المدمس البلدي الزبدة الدايب دوب. شايفين شكله وطعمته؟ شايفين شكله دايب دوب كيف؟ شايفين الزبدة؟ شايفين كمان الكمية دي؟ شايفين ب2 كيلو ونص بس. وشايفين الكيس كام؟ الكيس ده تشتريه بأقل حاجة 20 جنيه. 20 جنيه يا جماعة. منا توفير، ومنا انتي عامله حاجه نظيفه بايديكي، ومنا حاجه والفول نظيف انتي فايزاه ومنجياه وشايفه شكله ازاي. شايفين الزبده؟ شايفين الفول دايب دوب ازاي؟ شايفين شكله؟ بصوا يا جماعه، بصوا ده شكله. بصوا انا همسكها لكم كويس. بصوا دايبه ازاي. زبده، والله العظيم زبده. وما خدش سوا يا جماعه، ما خدش سوا. عارفين يعني ما خدش سوا الفول الزبده ده؟ انا كنت نجعاه من بالليل، نجعته بالليل لحد الصبح، والصبح حطيته على النار. انا عامله قوانين، انا بطبخ، انا فلاحه يا جماعه وبطبخ على القوانين، لان حالتي الماديه ما تسمحش ان انا كل شويه اشتري انبوب. شايفين انا بحط الخشب تحتيه؟ وبصوا شايفين شكله؟ شايفين الميه نظيفه ازاي؟ وكمان ملحوظه يا جماعه، الميه اللي تنجع فيها الفول بالليل تصفيها، ولما تيجي تسويه تحطي ميه نظيفه، لانها بتبقى صفرة مزرجة فيها عفشاية ترابة كده، محدش يضمن التاني. ماشي. ادي كده اهو الفول اهو على النار، وانا بزود الخشب تحتيه وبجيب بالخشب عشان انا عندي كميات خشب يعني كتيرة. ماشي، يعني عندي كميات خشب كتيرة، ان انا قاعدة في جبل، فالناس بتقطع الخشب وتسيب. يعني بص اهو، انا حاطة كدي خشب جنبي بطبخ منه. لو لاحظتوا هتلاقوني بعد شوية حاطة حلة على الناحية التانية بطبخ فيها، حاطة فيها شوربة وبطبخ عشان هي الأنبوبة برضو يا جماعة. شايفين شكل الفول؟ شايفين؟ تعدوهم فولة فولة، أبيض بياض ناصع. أنا هنا غطيته يا جماعة، وبعد شوية كل شوية هروح أفتح وأبص عليه، أفتح وأبص عليه لحد ما ألاقي المية بتاعته بدأت تغلي. يعني كل شوية أفتح عليه وأبص عليه، أفتح وأبص لا عشان المية ما تخلصش، وأشوف استوى ولا لأ، وعشان ما يتحرقش مني. يعني انتوا لو لاحظتوا هتلاقوا كمية الخشب كتيرة تحتيه والنار عالية جدا. شايفين شكله؟ برضو رجعت بعد شوية ابص عليه تاني، لقيته لسه برضو مغلاش. هروح احط المكونات اللي انا بحطها له. نص كيلو طماطم، دول 2 كيلو فول ونص يا جماعة. نص كيلو طماطم وربع كيلو عدس اصفر احطهم معاهم، وهقلبهم كويس بحيث العدس يدوب في الفول كله. هقلبهم كويس زي ما قلت لكم على النار. شايفين؟ هروح جايبة بعد ما تغلي، هروح جايبة يا جماعة كيس بيكنج باودر. ماشي، واروح حاطة نصه. ليه حاطة نصه؟ علشان البيكنج باودر ده بيخلي الحاجة تستوي بسرعة. ماشي، بيخلي الحاجة تستوي بسرعة. هنا فتحت عليه لقيته بيغلي، هروح زي ما قلت لكم حاطة نص كيس بيكنج باودر، عشان البيكنج باودر زي ما قلت لكم بيخلي الحاجة تستوي بسرعة، بيخلي كمان بيخليها زي الزبدة وده بدوب وطعمها جميل. اديني حطيت نص كيس وهقلبه اخليه ما ياخدش سوا خالص. شايفين يا جماعة ميته نضيفة كيف وبيضة كيف وشفافة. حاجة بصراحة تفتح النفس، حاجة تشرح القلب. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس توصلكم كل الفيديوهات، وهتاكلوا أحلى الوصفات من سناء. بس هنا بصيت عليه تاني لقيته المية نقصت شوية. شايفين الحاجز ده اللي كان عند المية؟ بس نقصت قد ايه؟
بص الفول، بص الفول، بص الطماطم دابت كيف. شايفين بقى الزبدة ازاي؟ شايفين شكله يا جماعة؟ شايفين شكل المية بتاعته؟ والطماطم بقت زبدة ودايما دوب. عقبال ما يستوي خالص هتكون الطماطم دي اختفت، دابت. ادي الحلة اللي قلت لكم عليها يا جماعة ان انا بطبخ على العين التانية. شايفين؟ شايفين الفول عامل كيف؟ وانا هكرركم بعد شوية، كل شوية اطلع كبشة واشوف شكله عامل ازاي وطعمه. شايفين؟ زبدة دايبة يا ناس، يا ناس زبدة والله العظيم. شايفين زبدة ازاي؟ شايفين الفولات دول 2 كيلو ونص. شايفين الطماطم؟ الطماطم دايبة دوب دوب. بصوا ما حملش المعلقة عليه، بصوا زي اللي بتطلع روحه. شايفين يا جماعة؟ وده أحلى فول وأحلى طريقة، وطريقة سهلة خالص جدا وبسيطة بإذن الله وتكون تعجبكم. شايفين يا جماعة؟ شايفين الفول وطعمته وسر حلايته. هغطيه تاني، وكل ما اغطيه يعني يستوي اكتر، لانه البخار هيبقى مخمور هيرجع تاني للحل او للعجان. زبدة يا رب، والله والله زبدة دايبة دوب. عارفين يعني ازاي دايبة دوب؟ شايفين؟ شايفين يا جماعة؟ حبايبي حبايبي حبايبي، زبدة والله زبدة ودايبة دوب. بصوا الفول اللي بالسمنة البلدي، لما تحط كده معلقة سمنة بلدي على طبق الفول، يا لهوي سحر في مكان تاني، حاجة في مكان تاني خالص. بصراحة زبدة. يلا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس يصلكم كل الفيديوهات واستنوا مني كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.